هل كل الاكلات اللي احنا بناكلها ينفع القطه او الكلب اللي معانا في البيت ياكلها؟ لا طبعا، مش كل حاجه احنا بناكلها يقدر الاليف بتاعنا ان هو ياكلها. يعني هنقول كده على لسته مع بعض، الحاجات دي كلها ممنوعات وممكن تعمل مشاكل كبيره جدا ليه على اللونج تيرم اذا بيتعرض لها بشكل اساسي. من اخطر الحاجات دي الثوم والبصل. الثوم والبصل بتعمل تكسير في كرات الدم الحمراء، ممكن على المدى البعيد تبدا تعمل انيميا وتعمل فقر دم. الحاجه الثانيه الشوكليت، ما ينفعش ان احنا ناكلها لان ممكن في بعض الاحيان تعمل تسمم اذا اتخذت بكميات كبيره. اللبن اللي هو كامل الدسم او منتجات اللبن كامل الدسم، الكلاب والقطط عندهم حاجه اسمها لاكتوز انتوليرنس، يعني مش بيعرفوا يكسروا اللاكتوز، فيفضل اذا بندي حاجه تبقى لاكتوز فري. الحاجه الرابعه كمان ما ينفعش ناكلهم عظم، العظم ممكن يعمل انزفه، ممكن يعمل انسداد في الامعاء، وممكن يعمل ترجيع ويعمل اسهال ومشاكل معويه كبيره جدا. الفاكهه والسكريات برضو نسب السكر الزياده دي ساعات بتعمل مشاكل على المدى البعيد وبتعمل اضطرابات في الجهاز الهضمي وبتعمل مشاكل في الكبد والكلى. الحاجات المقليه والدهون، الزيت والدهون، الحاجات دي كلها بتاثر على البنكرياس، ممكن تعمل ترجيع وممكن تعمل كمان بنكرياتايتس. فكل الحاجات دي ناخد بالنا منها جدا ان احنا ما ناكلهاش، يعني احنا مش كل اللي بناكله ينفع الاليف بتاعنا ياكله.